السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنتكلم النهارده مع بعض في محاضرة جديدة من محاضرات الفسيولوجي. محاضرة النهارده بعنوان الهوموستيز. ماذا تعني هوموستيز؟ تعال نحلل الكلمة. كلمة هوم تعني منزل أو وطن. كلمة ستيزز معناها استقرار، فأنا عايز أعمل استقرار للبيئة الداخلية بتاعة جسمي. عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل استقرار للبيئة الداخلية بتاعة جسمي. خلي بالك في كلمة تانية يا دكتور اسمها إيه؟ اسمها هيموستيز. خلي بالك احنا بدلنا بس حرفين، بدلنا الاو مكان الاي. فكلمه هيمو معناها انا عايز احافظ على الدم، اللي هو عن طريق ان انا لو فقدت، لو مثلا اتعورت اعمل تجلط، احافظ على سيوله الدم. ففي فرق بين الهوموستاسيس اللي هو بحافظ على البيئه الداخليه، وهيمو جاي من كلمه هيم اللي هو الدم. فخلي بالك من المصطلحين في الامتحان، هو عايز يسال عن هومو ولا بيسال عن الهيمو. تمام تمام. احنا هنتكلم النهارده مع بعض في الهوموستاسيس. الهوموستاسيس زي ما احنا قلنا، والله ده معناها ايه؟ والله معناها المينتينس، يعني الحفاظ على الانترنال انفايرمنت. يعني انا بحافظ على البيئه الداخليه بتاعت جسمي. زي ما انا عارف انا مثلا درجه حراره الانسان مثلا بتكون من 36 ونص مثلا ل 37.2 من 10. البلاد بلوجر مثلا بيكون 120 على 80. تمام. ايه تاني؟ مثلا البلس مثلا بيكون من 60 ل 90. الريسبيراتور ريت مثلا يا دكتور بيكون معاك من 12 ل 16. فدي كلها ارقام احنا عرفناها منين؟ يعني انا ليه قلنا مثلا ان التمبريتشر ده الرقم بتاعها؟ ليه قلت مثلا ان البلاد بريشر ده الرقم بتاعه؟ الريسبيراتوري ريت، البلاد الشوجر، دي كله احنا عارفين الارقام بتاعته. فالارقام بتاعته دي الارقام النورمال. والله لو زادت بتعمل لك مشكله او مرض، ولو قلت تعمل لك مشكله او مرض. يعني مثلا لو درجه حراره الانسان زادت فبيخش معايا في فيفر، ولو قلت تلاقي ان هو يبدا بعد كده ايه؟ يخش في برد، ويبدا يخش ان هو يبدا ايه؟ يحصل له شفيرنج. تمام. البلاد بريشر 120 على 80، لو زاد يبقى مريض هايبر تنشن، لو قل يبقى هايبوتنشن. مثلا ايه تاني؟ البلس والله ممكن يبقى تاكي كارديا لو اعلى من 60 ل 90، او برادي لو بطيء اقل من 60. 12 ل 16 الريسبيراتوري ريت ده النورمال، لو زاد عن 16 فهنقول ان هو تاكي نيه، لو قل اقول عليه ان هو برادي نيه، يعني بطء ضربات التنفس. تمام تمام. فدي كلها ارقام نورمال في جسمي. الارقام النورمال دي ان انا ببدا احافظ عليها. الجسم عايز يحافظ عليها. تعالى بقى ندرس كل حاجه نشوف الجسم بيحافظ عليها ازاي. والله انا عندي الجسم بتاعي عباره عن سيستم. تمام. فكل سيستم بيكون له وظيفه معينه. طب ايه السيستم اللي هيكون خاص ان هو يحافظ على التغيرات بتاعه الجسم او الهيموستاسيس؟ والله هم اتنين سيستم مع بعض. ايه هم يا دكتور؟ والله الاندوكراين سيستم، وطبعا من الاهم تاني النيرفس سيستم. طب هو ايه الفرق ما بينهم؟ والله لو هنتكلم عن الاندوكراين سيستم فده جهاز الغدد. فجهاز الغدد ده بيطلع هرمونات، الهرمونات دي بتبدا مثلا هي تزود افراز الاورجان او بتقلل افرازه. تمام تمام. بس ميزته ان هو بيطلع، او ميزته ان هو بياخد فتره طويله، يعني مثلا تاثيره بيدوم فتره طويله. اي نعم هو بيتاخر على ما يتفرز بس بيدوم فتره طويله، على عكس النيرفس سيستم ده بيحصل في ثواني. تمام. بس تاثيره برضه بيخلص في ثواني، يعني اللي بيجي بسرعه بينتهي بسرعه، اللي بيجي بسرعه بينتهي بسرعه. تمام. انما الاندوكراين ده بيجي ببطء فبالتالي بياخد فتره طويله. ده الفرق ما بين الاندوكراين سيستم والايه والنيرفس سيستم. طب ايه بقى يا دكتور الفاكتور اللي الجسم بيستخدمها عشان يحافظ على الهيموستاسيس؟ عايزين نعرف بعد كده معايا الفاكتور. اول حاجه معايا بالنسبه للفاكتور اللي الجسم بيحافظ عليها، اول حاجه الجسم ممكن يحافظ معايا على النيوترانت، على المواد الغذائيه. زي النيوترانت والله زي الجلوكوز، زي الفاتي اسيد، زي مثلا الامينو اسيد، زي البروتينات، زي الفيتامينات، زي المينرال. اي مواد غذائيه فجسمك برضه بيحافظ عليها. ليه الجسم بيحافظ عليها؟ لان دول اول حاجه بنطلع منهم الانرجي او الاي تي بي. ثاني حاجه بيخشوا معاك في تركيب الخليه، زي مثلا الفاتي اسيد بيكون، او الليبيد بيخش معاك في تركيب الايه؟ تركيب السيل ممبرين بتاع الخليه. تاني مثلا البروتينات بتساعدك في بناء العضلات. تمام. فكل واحد فيهم بيكون له مصدر للطاقه، بيكون له وظيفه ثانيه. فاول حاجه جسمك بيحافظ معايا على الايه؟ على النيوترال، زي الجلوكوز، زي الامين اسيد، زي الفاتي اسيد، زي البروتينات، زي الفيتامينات، زي المينرال. تمام. تاني حاجه يا دكتور الجسم بيحافظ عليها وهي ايه تاني؟ تاني حاجه يا دكتور وهي الغازات، زي الاو 2 والسي او 2. الأوتو جسمك لازم يحافظ عليه بنسبة ثابتة، والسي او 2 برضه جسمك بيحافظ عليه بنسبة ثابتة. نسبة تشبع الجسم من السي او 2 تقريبا بتكون أكبر من 92%. تمام تمام. السي او 2 والله السي او 2 له معدل في الجسم. والله لو السي او 2 ده انت عارف، احنا عارفين من الكيمياء ان السي او 2 ده حامضي، يعني اسيدك.
فالسي او 2 ده والله عباره عن ايه؟ عباره عن ماده حمضيه، فلو زادت هيخلي الجسم فيه حمضيه. تمام. هو ايه البي اتش بتاع جسمي؟ والله البي اتش بتاع جسمي يا دكتور بيتراوح، انا عارف ان ده خط البي اتش، في طبعا هنا بيكون رقم 7 وفي هنا 14 وفي هنا 0. كل ما يقل عن السبعه كل ما يبقى اسيدك، كل ما تزيد عن السبعه كل ما يبقى بيزك. جميل. فانا جسمي عباره عن كام؟ جسمك البي اتش بتاعته حوالي 7 35 ل 7 45. جسمك من كام لكام؟ من 7 35 ل 7 45، يعني تقريبا ايه، مايل شويه ناحيه الايه البيزك، بس بيزك ده يعني مايل بشويه صغيرين خالص، فهو يكاد يكون نورمال. فلو قل عن الرقم ده هنقول عليه ان هو دخل فيه اسيدك، ولو زاد هقول عليه ان هو القليل. تمام تمام. فجسمك لازم يحافظ على البي اتش بتاعته عن طريق ان هو بيتبادل الاو 2 مع السي او 2، لان السي او 2 لو اترسب يعمل لك حموضه، يعمل لك حامضيه، يخلي جسمك حامضيه، يعمل لك حاجه اسمها اسيدوزس، حاله مرضيه. تمام. فده تاني حاجه جسمك بيحافظ عليها. تمام. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الغازات دي مهمه، لان الخلايا بتستخدم الاو 2 وبترجع تاني السي او 2، بتستخدم الاو 2 وبترجع السي او 2. تاني حاجه معايا يا دكتور، او تالت حاجه معايا جسمي بيحافظ عليها، هي بيحافظ معايا على الويست برودكت. الويست برودكت، الويست برودكت دي اللي هي الفضلات. يعني جسمك بيحافظ على الفضلات، زي مثلا والله الخليه مثلا بعد ما تستخدم الاكل بتاعها وتستخدم العمليات البيولوجيه بتاعتها، فبالتالي بينتج شويه فضلات. زي مثلا ايه؟ زي مثلا السويتنج، العرق ده ما بيكون فيه شويه فضلات، في يوريا وفي يوريك اسيد. زي مثلا اليورين، البول. زي مثلا البخار الميه. تمام. زي السموم نفسها، لو انت واخد ادويه واكل حاجه سامه، ما هو الكبد بيبدا يتخلص من السموم دي، فده كله لازم نحافظ عليه. يبقى تاني جسمك بيحافظ، اول حاجه قلت لك بيحافظ معاك على ايه؟ على النيوترانت، المواد الغذائيه، على الجازز الاو 2 والسي 2، بيحافظ معايا على الويست برودكت. بعد كده بيحافظ معايا على البي اتش، وانا فهمتك البي اتش، قلت لك ان البي اتش بتاعت جسمي من 7 35 ل 7 45، فجسمك بيحافظ عليها. فلما جسمي بيحافظ عليها عشان لو قلت ما يعمليش اسيدوزيس، ولو زادت ما يدخلنيش في الكيلوزيس. مين اللي بيظبط البي اتش بتاعت جسمي؟ والله اثنين اورجان مهمين، اللنج والكدني. اللنج يا دكتور وظيفتها ان هي تحافظ على البي اتش عن طريق ان هي طبعا بتدخل سي او 2، او سوري بتطرد السي او 2. تمام. بينما الكدني عن طريق ان هي بتحافظ معاك على الاتش سي او 3، الماده القليله اللي هي البايكربونات. البايكربونات ده بماده الكليه هي اللي بتبدا تتخلص منها، فالكليه تتخلص من القاعدي واللنج تتخلص من الحامضي، فهم دول النظام اللي بيتحكم معايا في ايه؟ اللي بيتحكم معايا في الحفاظ على البي اتش. طب رقم خمسه، رقم خمسه يا دكتور جسمك بيحافظ على تركيز الانزيمات. زي ايه؟ اول حاجه بيحافظ على الاول على تركيز الوتر، بيحافظ الاول على تركيز الوتر والاملاح والسلط. والله جسمي فيه كميه كبيره، او كميه يعني كميه كويسه من الميه. زي مثلا احنا عارفين ان جسمي فيه 90% من البلازما بتاعت جسمي بتكون ووتر. تمام. هي البلازما دي بتشكل كام من حجم الدم؟ البلازما دي لوحدها بتشكل حوالي 55%، يعني حوالي نص دمك بلازما. تمام. والنص والبلازما دي حوالي 90%، يعني تكاد النسبه الاكبر منها ميه. تمام. فجسمك بيحافظ على الميه دي. تمام. فلما بيحافظ على الميه زي ما احنا اتكلمنا عن كده في خاصيه الاسموزس. تمام. بيتحافظ طبعا معاك على الاملاح، زي الكالسيوم، زي الصوديوم، زي البوتاسيوم. طبعا زي ما احنا قلنا احنا بندوب ملح مثلا في ميه، او بندوب سكر في ميه، فبالتالي يا دكتور لو مثلا لو الملح كتير يبقى الميه قليله، فبالتالي الميه تنتقل من بره لجوه داخل الخليه. ولو الملح قليل فبالتالي يبقى الميه كتير، فبالتالي قلنا كده الميه تنتقل من بره لجوه. طب لو العكس بقى، لو الملح قليل، لو الملح كتير والميه هي القليله، فبالتالي الخلايا تبدا تتسرب منها الميه لبره، فبالتالي تعمل لك شرينكش. فلازم جسمك يحافظ على الووتر سورس. تمام. لازم يحافظ على معايا ايه؟ على الميه والاملاح والالكترولات. ويحافظ برضو على الاملاح دي، لان الاملاح يا دكتور بيكون ليها وظيفه ثانيه، انها بتحافظ معايا على حجم الخليه عشان ما يحصلكش شرينكج او ما يحصلكش سويلنج. ثاني حاجه الكهرباء بتاعت الاعصاب، لما نيجي نتكلم عن الاكشن بوتنشال وازاي السيال العصبي بيحصل وازاي العضله بترقبض، هقول لك ان احنا لازم نحتاج صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم. تمام تمام. وعلى فكره الكالسيوم هو الاساس ان العضله تنقبض، يعني هو لولا الكالسيوم مش هيخلي العضله تنقبض، وهنشرح ده في خاصيه الايه؟ في الخاصيه بتاعت النظريه بتاعت الخيوط المستعرضه. تمام. بعد كده يا دكتور الصوديوم والبوتاسيوم هم اللي بيعملوا استقطاب للخليه ولا استقطاب للخليه. هنبدا نشرح الكلام ده، فده كله هم اللي احنا بنحتاج ان احنا نحافظ على الووتر سورس. تاني حاجه يا دكتور بيحافظ معايا على ايه؟ على البلاد بريشر.
تمام. لازم يحافظ على البلاد بريشر، على ضغط الدم، ويحافظ على حجم الدم في جسمك، ان انت ما يحصلكش نزيف، فلازم جسمك يبدا يعوض ان انت ما يحصلكش نزيف عشان خاطر يحافظ ان احنا نوصل اكسجين كويس للجسم. تاني حاجه النيوترانت يوصل كويس عن طريق الدم، ما ده كله بيوصل عن طريق الدم. الفضلات ان احنا نبدا نعملها نوديها للكليه عشان نتخلص منها، ما انا لو دم قليل مش هعرف اودي دم للكليه، لو دم قليل مش هعرف اوصل اكسجين للتشو، لو دم قليل مش هعرف اودي نيوترانت للتشو. فلازم جسمك يحافظ على حجم الدم ويحافظ معايا على ضغط الدم. بعد كده جسمك بيحافظ على التمبريتشر. جسمك بيحافظ على التمبريتشر، على الحراره، حراره الجسم يا دكتور من 36 ونص ل 37.2 هتاخد الكلام ده. تمام. فالخلايا لازم ده الوسط اللي هي بتبدا تشتغل فيه. فبالتالي البروده الشديده تعمل ايه في جسمك؟ لو انا مثلا تعرضت للكولد ويزر، لو تعرضت لطقس بارد فده هيبطل التفاعلات الحيويه. تاني حاجه لو السخونه الشديده، والله لو الانسان دخل في فيور، معلومه ليك انت، البروتينات بتاعت جسمك بتتحلل في درجه حراره 41. يعني لو انا درجه حرارتي 41 خلاص انت بروتينات جسمك بتتحلل، فبالتالي انت بتموت. تمام. فالفيفر اول ما توصل 41 انت كده بتبدا نقول عليك ايه؟ ان انت البروتينات بتاعك بتتحلل، بروتينات جسمك بتتحلل وخلاص انت كده ان انت هتموت. تمام تمام. يبقى تاني يا دكتور تعالى نلخص الكلام اللي احنا قلناه ده. انا بكلمك دلوقتي عن الهوموستيزيس. قلت لك والله ان الهوموستيزيس احنا عايزين نحافظ على البيئه الداخليه بتاعت جسمي، عايز احافظ على البلاد بريشر، احافظ على البلاد شوجر، احافظ على الريسبيراتوري ريت، احافظ على البلس، احافظ على التمبريتشر، عايز احافظ على اي حاجه في جسمي، لان بشكل عام الحاجه ان زادت عن حدها تتقلب ضدها. ده قاعده في اي حاجه، الحاجه لما تزيد عن حدها تتقلب ضدها. مين اللي بيتحكم في الحاجات دي؟ والله نظام الاندوكراين سيستم، الهرمونات والنيرفس سيستم. ايه الفاكتور اللي جسمك بيحافظ عليها؟ والله جسم اول حاجه هيحافظ على النيوترانت، على المواد زي الجلوكوز، زي الامينو اسيد، زي الفات، زي البروتين. وقلت لك ان احنا دول بنستخدمهم في الطاقه في الاي تي بي. تاني حاجه بنستخدم البروتينات في البناء العضلات، بنستخدم الفاتي اسيد يا دكتور ان احنا نستخدمها في السيل ممبرين، نستخدم الجلوكوز نفسه في انتاج الخلايا تعمل العمليات الحيويه بتاعتها. تاني حاجه يا دكتور جسمك بيعمل ايه؟ جسمك لازم يحافظ على الاو 2 والسي او 2، يحافظ على الاكسجين والغازات. الاكسجين لان جسمك له مقدار من الاكسجين، لازم تتنفس وتعمل شهيق وزفير عشان خاطر الاكسجين يخش داخل الخليه. تاني حاجه بيحافظ على السي او 2 عشان لو زاد ما يعملكش حاجه اسمها اسيدوزس، حمضيه. تمام. مين اللي بيحافظ لك على الاسيدوزس؟ كان الكدني واللنج. الكدني واللنج يا دكتور بيحافظوا لك على البي اتش بتاعك عشان خاطر ما يحصلكش ولا اسيدوزز ولا الكالوسيس. بعد كده جسمك بيحافظ لك على الويست برودكت، يعني يحافظ لك على ان هو المواد الضاره ان احنا خلصنا منها، زي اليورين، زي اليوريا، زي مثلا الاملاح الزياده، زي السموم التوكسين. تمام. جسمك لازم يحافظك عليها. بعد كده بيحافظ على كميه الميه والاملاح، يحافظ لك على الوتر بتاعك، لان احنا محتاجين الميه دي عشان خاطر نودي الايه، عشان نكفي احتياجات الخليه. تاني حاجه الاملاح، زي ما احنا قلنا الاملاح بتكون مهمه عشان خاطر دي اللي بتدي السائل العصبي، بتكون مهمه في انقباض العضلات، بتكون مهمه في كل جسمك، بتحافظ لك على الاسموزيه بتاعت جسمك، يحافظ لك على ضغط الدم وحجم الدم عشان خاطر الدم ده اللي بيشيل الاكسجين، هو اللي بيشيل النيوترانت، هو اللي بيشيل الويست برودكت. يحافظ لك على التمبريتشر. التمبريتشر يا دكتور لو زادت والله جسمك هيبدا معاك ان هو يخش في فيفر، ويكاد البروتينات تتحلل لو وصل درجه حرارته 41. طب لو قلت، والله لو قلت الانسان ده تبدا تلاقيه بيرقش كده ويخش معاك في ايه؟ في شفيرنج، كرد فعل من الجسم ان هو عايز يتخلص من الحراره، او عايز سوري عايز يعادل الحراره بتاع الايه، بتاعت البروده بتاعت الحراره. طب بعد كده عايزين بقى نعرف ايه هو الهوموستاتيك كنترول سيستم. الهوموستاتيك كنترول سيستم. ايه هو الهوموستاتيك كنترول سيستم، او ايه الانظمه اللي بتتحكم معايا في الاتزان الداخلي بتاع جسمي؟ اول حاجه ده نظام تحكم، قال لك والله ده بيكون يا دكتور ايه؟ ده بيكون كنترول سيستم. النظام ده يا دكتور بيكون كونتينيوس يعني مترابط. تمام. بيكون مترابط من اجزاء الجسم عشان يحافظ معاك على البيئه الداخليه عند مستوى تقريبا ثابت، يحافظ على البيئه الداخليه اللي هي ثابت، كل الارقام اللي احنا قلناها دي لازم تكون ثابته في جسمك. تمام. ايه بقى مكونات الهوموستاتيك كنترول سيستم؟ تعال نشوف ايه مكوناته. عايزين نعرف ايه الكومباوند، بيتكون من ايه النظام ده؟ والله النظام ده يا دكتور اول حاجه بيتكون معايا من ايه؟ من سنسور. رقم واحد بيتكون معايا من سنسور. تاني حاجه يا دكتور بيتكون معايا من كنترول سنتر. كنترول سنتر. تلاتة بيتكون معايا من افكتور. يعني ايه؟ عشان ايه؟ وضح لي كل حاجه.
والله سنسور يعني انا مثلا ايه، انا مثلا دلوقتي ايه جبت ولاعه وكنت بولع في ايدي مثلا، او جبت دبوس واتغذيت، ففي سنسور بيحس، في مستقبل بيحس، فالمستقبل ده كده هو اللي عمل ايه، المستقبل ده هو اللي بيكتشف لو في اي ايه، لو في اي اثاره، لو في اي اثاره، سواء الاثاره دي مثلا كانت زياده حراره، قله حراره، المهم في اي تغير في جسمك، في سنسور هو اللي بايه، اللي بيبدا يشوف الايه، هو اللي بيكتشف المشكله دي. تمام. تاني حاجه الكنترول سنتر، في بعد كده مركز التحكم، ومركز التحكم ده بيكون مين؟ طبعا اكيد هيكون في المخ، الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هي اللي تبدا تجمع المعلومات وتبدا تشوفها مقارنه بالقيمه الطبيعيه، هي قليله ولا واطيه عشان ابدا اي سوري، هي قليله ولا عاليه عشان ابدا اشوف انا هعلي ولا واطي، ما لازم تبقى عارفه المؤثر ده عمل ايه. يعني مثلا ضغط الدم مثلا وصل مثلا 90 على 80، فمعنى كده ان هو واطي، هي تترجم كده تقول لك ده ضغط الدم واطي يبقى انا عايز ارفعه. على عكس لو ضغط الدم 140 على 60 يبقى معنى كده ان ضغط الدم عالي، فتقول لك لا ده عالي يبقى انا كده عايز اوطيه، مش بتعمل اي حاجه وخلاص. فلازم ان هي ايه، لازم ان هي تقارنه بالقيمه الطبيعيه عشان تشوف الاستجابه المناسبه اللي هي هتعملها. ثالث حاجه معايا الافكتور، وده العضو اللي هينفذ، العضو بقى اللي هينفذ يعني ايه، يعني مثلا لو انا هتكلم عن الهارت، هو ده اللي بيتحكم في الضغط، ضغط الدم. لو انا هتكلم يا دكتور عن التمبريتشر فده خاص بالهيبوثالاموس. لو انا هتكلم عن الاسيديك والبيز بالانس هتكلم عن اللنج، وهتكلم عن الكدني عشان احافظ على البي اتش. تمام. هتكلم عن الاو 2 والسي 2، هتكلم عن اللنج هي اللي بتتحكم في السي او 2 والاو 2. يبقى اول حاجه في سنسور بيستجيب معايا، السنسور ده هو اللي بيكشف اي اثاره حصلت في جسمي. تاني حاجه في مركز تحكم في المخ، هو اللي يبدا يقارن الحاجات دي بالقيمه الطبيعيه ويشوف انا عايز اعمل انهي تغير. بعد كده الافكتور ده بقى اللي هو الايه، الاشاره اللي العضو هيبدا يعملها، هل هو هيزود ولا هيبدا ايه يقلل. الكلام ده من مين يعني، الافكتور مين اللي بيتحكم فيه؟ طبعا الكنترول سنتر. تمام. في عندي حاجه اسمها النيجاتيف فيدباك، في حاجه يا دكتور عندي اسمها ايه، اسمها نيجاتيف فيدباك. وماذا تعني نيجاتيف فيدباك او التغذيه الراجعه السلبيه؟ التغذيه الراجعه السلبيه دي يا دكتور بتكون ايه؟ قال لك ده اشهر واهم واحده ان هي تحافظ على الهوموستيز، ده بتكون الموست كومن، الموست كومن والموست امبورتنت، يعني هي اشهر واحده واهم واحده. يعني جسمك اصلا يكاد ان هو اكتر واحده شغاله فيه هي مين؟ هي النيجاتيف فيدباك. يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك مين الاشهر، النيجاتيف فيدباك ولا البوزيتيف فيدباك؟ لا تقول لي طبعا النيجاتيف فيدباك. تمام تمام. تعالى بقى نشوف التغذيه الرجعيه السلبيه دي بتحصل ازاي. والله اول حاجه دي بتحصل عن طريق مثلا في تغير في جسمي فهي تبدا تستجيب. يعني مثلا ايه، انا بقول لك اسمها تغذيه راجعه سلبيه. يعني ايه؟ يعني مثلا حاجه زادت في جسمي فهي تعمل بالسالب، يعني تعمل ايه، يعني هي تقلل. والله يا دكتور طب في حاجه قلت في جسمي، هي تعمل بالعكس، اسمها تغذيه راجعه سالبه، فبالتالي هي تزود. تمام تمام. يبقى تاني، حاجه زادت في جسمي هي تقلل، حاجه قلت في جسمي هي تزود. تمام. ايه اللي بيحصل؟ انا مثلا عندي مثال، والله زادت درجه الحراره بتاعت جسمي، زادت التمبريتشر بتاعتي، والله التمبريتشر بتاعت جسمي انا عارف ان الطبيعي دكتور من 36 ونص ل 37.2، هفترض ان هي وصلت 38 درجه، يبقى كده ايه، زادت. فتلقائي جسمك يعمل ايه، جسمك عايز يقللها، فيعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه لو انا درجه حرارتي زادت، سواء البيئه المحيطه هي اللي زياده او درجه حراره انا اللي زياده، فجسمي يبدا يعمل ايه؟ طبعا اللسان لو انت في الحر هتلاقي جسمك بيبدا يعمل سويتنج، او لو انت عندك سخونيه فجسمك يبدا يعمل سويتنج، عرق، جسمي يبدا يعرق، فبالتالي لما يعرق انا بفقد حراره، لص هيت، انا بفقد حراره. لما بفقد هيد يا دكتور فبالتالي بعد كده يبدا يقول لك ده الانسان اللي يجيله سخونه ويعرق، فمعنى كده ان خلاص ايه، يبدا يخف. تمام. فبالتالي تلاقي الحراره بتاعتك ترجع لايه، ترجع تاني للنورمال. يبقى ده مثال، يبقى مثال التمبريتشر ان انا درجه حرارتي كانت زياده، فايه اللي حصل؟ فجسمك يتفسر ده يقول لك احنا عايزين نقلل، فيطلع الحراره دي على هيئه عرق سويتنج، فبالتالي انا بفقد حراره، فبالتالي برجع الحراره بتاعتي للنورمال. تمام تمام. تعال اقول لك مثال تاني فاكرينه في ثانويه عامه. والله كان عنده غده اسمها ايه يا دكتور؟ كان عنده غده كده شبه الفراشه، ثواني بس نرسمها. يا دكتور كان عندي غده شبه الفراشه يا دكتور اسمها الثيرويد جلاند، موجوده عند اسمها الغده الدرقيه او موجوده على الدرقيه. وكان عندي كده حاجه كده غده ثانيه يا دكتور اسمها الغده النخاميه او الانتيريور بيتيوتري. كنا بنقول لك ساعتها ان الغده اللي هي الانتيريور بيتيوتري دي كانت بتطلع هرمون اسمه التي اس اتش، او كان اسمه الثاني ثيرويد ستيموليتنج هرمون، يعني الهرمون اللي بيحفز الغده الدرقيه. ويجي على الغده الدرقيه يقول لها اتحفزي وطلعي هرمون. تمام، اتحفزي وطلعي هرمون. فلما تقوم جايه رد عليهم طلع هرمون اسمه الثايروكسين.
فلما هي طلعت الثيروكسين خلاص يبدا يقول لك الثيروكسين يبدا يقوم جاي رايح عامل ايه، يروح للغده النخاميه يقول لها خلاص انا طلعت، فخلاص وقفي افراز التي اس اتش، خلاص استجابتك حصلت. فبالتالي شوف هي جت حفازه ان هي تطلع هرمون، يجي الثيروكسين يقول لها لا خلاص بقى قللت. شفت يعني رغم ان هي طلعت جدعه معاك وحفزتك انت تروح تقللها. اشبهها لك بمثال، انا رحت خبط على واحد صاحبي في البيت، فلما انا رحت اخبط على واحد صاحبي انا بضرب الجرس، تمام. والله طول ما انت ما بتردش، طول ما انت ما بتردش عليا انا بزود الجرس. يعني مثلا لو الغده الدرقيه دي ما كانتش طلعت سيروكسين هتبدا دي تزود تي اس اتش، حد انها تدي تي اس اتش، يا ست اطلعي، ست اطلعي. فوالله لو هي استجابت فبالتالي ايه، خلاص، او هي ما استجابتش فبالتالي الغده النخاميه هتدانا تطلع تي اس اتش، هتدانا تطلع تي اس اتش. انا مثلا عمال اخبط على زميلي، فانا طول ما هو ما بيردش عليا انا هدانا ادوس الجرس، هداني دايس الجرس، هداني دايس الجرس. تمام تمام. طب لو صاحبي طلع ورد عليا قال لي خلاص انا نازل لك، فخلاص طالما قال لي انا نازل لك فبالتالي انا بوقف ضرب الجرس، فبالتالي انا عملت ايه، مجرد ما هو رد عليا انا وقفت ايه، وقفت ان انا اضرب الجرس. هو نفس الكلام، التي اس اتش ده هو صاحبك اللي جاي يضرب عليك الجرس، فجه يحفز الغده الادراكيه طلعت سيروكسين، هي ردت على طول خلاص هيطلع يقول له خلاص انا نازل لك، تمام. فبالتالي وقف افرازك. طب لو دنه ما ردش هيدنه يزود ايه، يضرب الجرس، تمام. ده برده مثال معايا على التغذيه الراجعه السلبيه، مجرد ما هو يرد فبالتالي يعمل عليه تصفيه، تمام. تعالى بقى نلخص الحته دي. يبقى تاني الهوموستاتيس، الهوموستاسيس ده معناها ايه؟ والله معناها يا دكتور الحفاظ على البيئه الداخليه للجسم، المينتين وفي الانترنال انفايرمنت. بتحافظ على ايه؟ حافظ على البي اتش، على التمبريتشر، تحافظ معايا على الاو 2، تحافظ معايا يا دكتور على الووتر، تحافظ معايا يا دكتور على ايه؟ تحافظ معايا على اي ايه؟ على اي حاجه في جسمك، على الويست برودكت، على الاو 2 والسي او 2، تحافظ معايا على اي حاجه في جسمي، تمام. ايه المكونات بتاعتها؟ والله في حاجه يا دكتور اسمها السنسور اللي اول حاجه ده اللي هتشوف اي ان في خلل. بعد كده الكنترول، مركز التحكم، الكنترول سيستم. الكنترول سيستم ده يا دكتور هيبدا يشوف الحاجه دي زادت ولا قلت عشان ابدا اظبطها، تمام. بعد الكنترول سيستم هيروح ياثر على الاورجن اللي هو الافكتور، فالافكتور ده يا دكتور هو ده الاورجن اللي هيبدا يعمل ايه، اللي هيبدا يعمل الاستجابه بتاعته، سواء هيعمل بالتثبيط او بالتزويد ان هو يزود، تمام تمام. ايه اهم حاجه في جسمي، البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك؟ طبعا هي النيجاتيف فيدباك، تمام تمام. تعالى نقرا كده الصفحه دي كده الاول من ايه، من الملزمه، وبعد كده نرجع نكمل الشرح. بسم الله. ادي يا دكتور معايا الهوموستاسيس، دي قلت لك معانا ان دي معناها المينتينس اوف الريليتيف ستيبل انفايرمنت، الحفاظ على البيئه الداخليه بتاعت جسمي، ده معناها الهوموستاسيس. وفرقت لك ما بين كلمه هوموستاسيس وهيموستاسيس. هيمو يعني انا بحافظ على الدم ان هو ما يحصلوش نزيف او ما يحصلوش تجلط، تمام. الفانكشن performed by each body system contribute to homeostasis. So, maintain within the body the environment require full survival and function of the cell. والله ده انا بحافظ على البيئه الداخليه للجسم ده عن طريق والله ايه، عن طريق السيستم بتاع الجسم. كل سيستم والله بيبدا يتحكم في الحاجه بتاعته اللي هو مسؤول عنها ان هو يحافظ لي عليها. الهوموستاسيس ريجوليتنج فاكتور، والله الهوموستاسيس بتحافظ على ايه؟ قلت لك اول حاجه تحافظ معايا على تركيز النيوترون، زي مثلا ايه، ان هي تحافظ معاك على الجلوكوز، الامينو اسيد والفاتي اسيد، عشان خاطر الانرجي، عشان خاطر ان احنا بنحتاجهم في الخليه، زي الفاتي اسيد بيعمل لك السيل ممبرين، زي البروتين بيخش لك معاك في بعض الانزيمات، وبيخش معاك يا دكتور في بناء ايه، البروتين بيخش معايا في بناء المسلز. بعد كده بيحافظ معايا على تركيز الاو 2 والسي او 2، والله الخليه بتحتاج او 2 عشان تعمل عملياتها وبتطرد سي او 2. ثاني حاجه لو السي او 2 ده تراكم يعمل لك ايه، يعمل لك اسيدوزيس، فبالتالي بتحافظ لك على البي اتش، ان انا احافظ على البي اتش بتاعت جسمي من 7.35 ل 7.45، بحيث ان هي ما تزيدش تعمل لك الكيلوزيس، ما تقلش ما تعمل لك اسيدوزيس. مين اللي بيحافظ على الكلام ده؟ الكدني واللنج. الكدني بتحافظ على اتش سي او 3، واللنج بتحافظ لك على السي او 2. تاني حاجه الويست برودكت، المواد اللي هي الضاره، زي مثلا ايه، زي مواد سامه، في مواد زياده في جسمك، في يورين، في يوريك اسيد، ده كله لازم يخرج معايا عن طريق البول وعن طريق السويتنج، تمام تمام. بتحافظ معاك على الووتر والسولت الكترولايت، قلت لك ان احنا بنحتاج الاملاح ده عشان خاطر السيال العصبي، نحتاج عشان انقباض العضلات، عشان نتحرك، عشان خاطر بناء الخليه. تحافظ معاك على كميه الميه في جسمك عشان ما يحصلكش شرينكج او ما يحصلكش سويلنج. تاني حاجه يا دكتور تحافظ لك على حجم الدم وضغط الدم، لازم نحافظ عليه. اخيرا بتحافظ لك على التمبريتشر، عشان لو زادت، اللي انت عارفين ان البروتين بيتحلل في درجه حراره 41 لو الانسان عنده حمى، او ما لو قلل جسمك يبدا يفسر ده ان الحراره قلت، فيبدا الانسان يخش في ايه، في رعشات، فتلاقي الانسان بيترعش اكتر فين، بيترعش اكتر في الشتاء عن الصيف، تمام تمام.
ايه الهوموستاتيك كنترول سيستم؟ الهوموستاتيك كنترول سيستم is functionally interconnected network of body components that operate maintain given factor in internal environment as relative constant. بيقول لك والله ان الهوموستاتيك ده ان احنا بنبدا نتحكم فيه عن طريق والله ايه، بيكون حاجه جهاز مترابط في جسمك او سيستم مترابط في جسمي، كل السيستم لازم تؤدي معاك ان هي تحافظ معاك على الهوموستاسيس. تمام تمام. اول حاجه في حاجه اسمها السنسور، اول مكون فيه السنسور، وده السنسور ده اللي بيشوف اي ديفيشن، اي انحراف حصل في الانترنال انفايرمنت بتاع الجسم، حاجه دي قلت او زادت، ده اللي ايه السنسور ده هو اللي بيشوفها. بعد كده يا دكتور في بعد كده ايه، في الكنترول، المركز التحكم اللي هيبدا يشوف الحاجه دي زادت ولا قلت. وبعد كده في الافكتور اللي هيبدا معايا يستجيب. بعد كده اتكلمنا مع بعض عن النيجاتيف فيدباك، اتكلمت معاك بعد كده عن النيجاتيف فيدباك. قلت لك والله ان النيجاتيف فيدباك، في النيجاتيف فيدباك تشينج ان هوموستاتيك كنترول فاكتور تريجر ا ريسبونس ذات سيك تو ريستور ذا فاكتور تو نورمال باي موفينج ذا فاكتور ان اوبوزيت دايركشن of its initial change. A common example of negative feedback is control body temperature. بيقول لك والله ان النيجاتيف فيدباك ده بتكون اهم واشهر طريقه ان احنا نحافظ على الايه الهوموستاسيس، زي مثلا والله ان هي بتعمل ايه، والله لو الحاجه دي زادت هي بتبدا تعمل سيك تو ريستور، يعني بتبدا تسعى ان هي تعمل ايه، تعمل لك يا دكتور بوزيتيف دايركشن، ان هي تبدا تعملها في اتجاه مخالف، يعني لو هي زادت هي تعمل لها تقللها، ولو هي قلت هي بتزودها. خلي بالك من كلمه اوبوزيت دايركشن، يعني في الاتجاه المعاكس. تمام. مثال عندك مثال البادي تمبريتشر، وزي ما احنا اتكلمنا فيه قلت لك ان البادي تمبريتشر لو درجه حرارتي زادت في جسمك، ده يفسر ده ان هو يعمل ايه، جسمك يفسر ده ان درجه الحراره زادت، فبالتالي اعمل ايه، اعمل عرق سويتنج وفقد حراره. او لو قلت جسمك يفسر ده فبالتالي يعمل لك شفيرنج. تمام تمام. او مثال الثيروكسين والغده والتي اس اتش، التي اس اتش والله ده صاحبك اللي بيضرب عليك الجرس، فمجرد ان هو يضرب عليك الجرس والله هو ما ردش، انت هتفضل تضرب الجرس، فهو رد، فمجرد ما هو رد الدرقيه طلعت ثيروكسين، فايه اللي يحصل، الثيروكسين يروح يقول لك خلاص، يقول له خلاص يا عم انا نازل لك اهو، فخلاص توقف تي اس اتش، توقف الغده ان هي تنتج تي اس اتش، فبالتالي انا عملت نيجاتيف فيدباك، رغم ان هو راح حفز تطلع ثيروكسين، هو راح ظبطها ان هي تطلع تي اس اتش. تمام تمام. يبقى تاني الاستيمولاس بعد كده اللي هو السنسور، اللي هيبدا يشوف لو في اي، الحساس اللي هيبدا يشوف لو في اي انحراف، الكنترول المركز التحكم، بعد كده الافكتور ده اللي هيبدا يستجيب بالزياده او بالنقصان. مثال عندك البودي تمبريتشر اهو، لو زادت عن 37 في جسمك فبالتالي السنسور بتاعك بيكون النيرف سيل، السنسور بتاعك يا دكتور بيكون النيرف سيل او الخلايا العصبيه اللي بتكون موجوده طبعا في السكين وفي البرين. هينظم من المركز التحكم، طبعا مركز التحكم بتاعك بيكون في البرين، اي حاجه مركز التحكم بتاعك في البرين بالاخص في الهايبو ثالاموس. ايه اللي يحصل، والله السويت جلاند تبدا ان هي تعمل ايه، تبدا ان هي تفرز العرق. تمام تمام. تعالى بقى نتكلم مع بعض عن البوزيتيف فيدباك. تعالى يا دكتور نتكلم كده مع بعض عن البوزيتيف فيدباك ونرجع تاني نكمل ايه، نكمل الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي معايا عنوان جديد باسم البوزيتيف فيدباك. بوزيتيف فيدباك يعني تغذيه راجعه ايجابيه، يعني مثلا انت بتزيد ده انا هزودك اكتر واكتر، انت بتقل ده انا هقللك اكتر واكتر. تمام. يعني هو بيعمل ايه، والله هو بيعمل امبليفيكيشن، يعني بيتضاعف الاثاره سواء الحاجه دي كانت بزياده او بالنقصان، فهو بيعمل ايه يا دكتور، والله الاستجابه تبدا تزيد، الريسبونس بيبدا يزيد. تمام. وبيبدا يعمل تضخم في التغيير، يعني بيبدا يعمل امبليفيكيشن في التشينج، لو الحاجه زادت هو يضخم الزياده دي، لو الحاجه قلت هو يضخم الايه النقصان ده. تمام. وده العامل ده يا دكتور بيعمل ايه، زي ما احنا قلنا بيخلي الحاجه في ايه، ذا سيم دايركشن، بيخلي التغير بتاعه في نفس الاتجاه، يعني انت زدت انا هعمل معاك نفس الزياده، انت قلت انا هبقى معاك في نفس في نفس الايه النقصان. على عكس نيجاتيف، لا انت زدت انا هقلل، انت قلت انا هزود. قلنا مين الكومن، طبعا كان البوزيتيف، كان النيجاتيف فيدباك. تمام تمام. عايز مثال يا دكتور على البوزيتيف فيدباك، والله بوزيتيف فيدباك مثالك يا دكتور عندك ايه، والله عندي مثلا الاكسيتوسين، هرمون اسمه الاكسيتوسين. والله الست وهي بتولد بيكون عندها هرمون كده اسمه افراز هرمون الاكسيتوسين، هرمون ده اسمه هرمون الولاده، الهرمون ده يا دكتور بيبدا يعمل كونتراكشن في اليوترس، يبدا يعمل كونتراكشن في عضله اليوترس، يبدا يعمل ايه، تخلي العضله ان هي تنقبض، فلما العضله تنقبض معناه ان احنا بنقول عليها بالعربي عندها طلق الولاده، طلق الولاده ده عمال يزيد، فالاكسجين عمال يزود يزود، هي ست عندها طلق الولاده، هل بيجي وبعد نص ساعه يختفي، لا ده بيزيد اكتر، بيجي وبعد نص ساعه يزيد اكتر، عمال يزيد يزيد، فافراز الاكسيتوسين يزود معاك الانقباضات، فبالتالي اذا يزود الانقباض يا دكتور لحد ما يحصل الولاده، فمثالي افراز الاكسيتوسين. تمام تمام. تعالى بقى نتكلم مع بعض عن الكنترول اوف الفري ووتر بالانس، او ازاي نتحكم يا دكتور في التوازن بتاع الميه بتاعت جسمك. اول حاجه والله الميه بتاعت جسمك دي تعتمد على ايه، والله تعتمد يا دكتور على ال H2O انبوت، وتعتمد معايا على ال H2O اوت بوت، يعني على الميه اللي انا بدخلها اشربها يعني،
والميه اللي انا بخرجها سواء في اليورين او في السويتين. فدول والله كل واحد فيهم لازم يكون المقدار الميه في جسمك ثابت. تمام تمام. الميه مثلا اللي انا بدخلها مين اللي بيتحكم فيها؟ طبعا الميه اللي انت بتدخلها يا دكتور اللي بيتحكم فيها طبعا السيرس العطش. يعني لو انا عطشان فانا هشرب ميه كتير، فبالتالي انا كده دخلت الميه. طب الميه اللي انا بخرجها مين اللي بيتحكم فيها؟ طبعا مين؟ اكيد الكليه، هي طبعا هي الاشهر، ثم السكين عن طريق السويتنج. تمام. فالكليه هي اللي بتتحكم معايا في خروج البول. تمام تمام. عايز اعرف ايه الفاكتور مينتيننج الووتر بالانس، ازاي بنتحكم في الووتر بالانس؟ انا بتحكم في الووتر بالانس ازاي؟ اول حاجه معايا هرمون اسمه الاي دي اتش، وحاجه تانية اسمها السيرست. والله يا دكتور انا عايز اعرف ايه هو دور هرمون الاي دي اتش. والله هرمون الاي دي اتش ده انا كنت سمعت عنه في ثانويه عامه كده، كان اسمه انتي دايوريتيك هرمون. ايه هو الانتي دايوريتيك هرمون؟ من اسمه انتي يعني مضاد، ودايوريتيك يعني مضاد لادرار البول. ده اسمه الهرمون المضاد لادرار البول. يعني بيعمل ايه؟ بيقول للميه اللي في جسمك ما تنزليش في البول. اسمه إيه يا دكتور؟ هرمون مضاد لادرار البول. طبعا ادرار بالدال. يقول للميه اللي في جسمي ما تنزليش في البول. تمام تمام. فبالتالي يخزن الميه في ايه؟ يخزن الميه في الجسم بتاعي. فيخزن الميه يا دكتور في جسمي. تمام. لانه بيحافظ على الميه في جسمي. تمام. يبقى ايه وظيفه الاي دي اتش ده يا دكتور؟ والله اول حاجه وظيفه الاي دي اتش يسمح للكليه اول حاجه ان هي ايه؟ تفرز البول بكميه قليله. يقول للكليه ما تخرجيش ميه، انا جاي انا مجرد ما انا اتفرز انا عايز احافظ على الميه في جسم الانسان. فبالتالي انا اسمي حتى هرمون مضاد لاضرار البول، يعني ما تنزليش الميه في البول. فاول حاجه يقول للكليه ايه؟ يقول لها قللي اعملي لوس، او سوري يعمل لها ايه؟ سوري، يقول للكليه اعملي ديكريز لليورين فوليوم. يعني قللي حجم ايه؟ حجم البول. تمام. قللي حجم البول. تمام. فلما بتقلل حجم البول يا دكتور قال لك بتعمل ايه؟ بس بتخليه طبعا بتزود اخراج مين؟ بتزود اخراج الايه؟ الاملاح. تمام. بتزود معاك اخراج الاملاح. تمام تمام. يبقى ايه اهميه الدي دي اتش؟ والله الدي دي اتش ده هيكون مهم ليه؟ لو انا مثلا يا دكتور دخلت مثلا ان انا عملت مثلا ايه؟ نزيف مثلا، عندي نزيف، فبالتالي ما هو الدم ده اغلبه ميه، فانا فقدت ده، هيبدا الاي دي اتش ده يفرز عندي. فلما الاي دي اتش يتفرز يبدا يعمل ايه؟ والله يبدا ان هو يحافظ على الميه في جسمي. فيعمل ايه؟ اول حاجه يزيد الاي دي اتش، فبالتالي يروح للكليه ويقول لها الميه اللي انت كنت هتوديها في البول لا اعملي لي لها ري ابزوربشن، يعني اعملي لي لها اعاده امتصاص. اعملي للميه اللي انت كنت هتوديها في لون دي اعمليها تاني اعاده امتصاص، يعني امتصيها تاني، فاسمها اعاده امتصاص. فبالتالي اللي بيحصل فبلاقي كميه البول قليله، فبالتالي بيقلل يا دكتور حجم اليورين. فلما يقلل حجم اليورين فخلاص انا كده حافظت على الميه في ايه؟ حافظت على الميه في جسمي بدل ما تنزل في البول وانا اصلا كنت فاقد ميه. تمام تمام. ده كده بالنسبه يا دكتور للاي دي اتش. يبقى لما نيجي كده نلخص كده الكلام اللي احنا قلناه، احنا قلنا ان النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف. النيجاتيف بيعمل ايه يا دكتور؟ النيجاتيف بيعمل اوبيزيت دايركشن، يعني عكس التغير. انما البوزيتيف بيعمل ايه يا دكتور؟ البوزيتيف بيعمل ايه؟ ذا سيم دايركشن، نفس التغير. بس ده كمان بيعمل فيه ايه؟ امبليفيكيشن، يعني بيضخمه اكتر واكتر. تمام. اهم مثال للنيجاتيف فيدباك كان مين عندي؟ كان يا دكتور مثلا هرمون التي اس اتش والتمبريتشر طبعا. والبوزيتيف كان مثال الاكسوتوسين. تمام تمام. ايه اهم منظم لتوازن الميه في جسمي؟ كان الاي دي اتش والسيرست. الاي دي اتش كان بيقلل كميه اليورين، بيقول للكلى اعملي اعاده امتصاص، فبالتالي انا عايز اقلل كميه اليورين فاحافظ على الميه في جسم الانسان. تمام تمام. خلي بالك بقى لو الاي دي اتش ده زاد في جسمي يعني زاد على الفاضي، يعني انا الميه في جسمي كويسه وهو زاد كده تلقائي، بس انا الميه في جسمي كويسه، ما هو ده هيقول لي انا مثلا الميه في جسمي كويسه ففي ميه انا عايز اخرجها في البول، فيقول للكليه ما تخرجيش ميه، فيقول له طب والميه اللي في الجسم لا هنحبسها. فلما يحبسها اصبح كده حاله مرضيه، فيعمل لك ايه يا دكتور؟ يعمل لك اديمه. يعني هو ما بيطلعش الا في وقت ان انا فاقد ميه او ما بشربش ميه او انا صايم. انا مثلا صايم ما بشربش ميه، انا مثلا عامل حادثه ففاقد نزيف. انما انا مثلا ما اكونش سليم وعندي الميه في جسمي كويسه، فبالتالي انت تطلع يا اي دي اتش. انت لو طلعت ده انت مش هتخلي الميه اللي كميه البول اللي الانسان بيخرجها في اليوم مش هتخرج، فبالتالي يحبس الميه في الجسم، ما كانش له داعي ان هو يحبسها، فبالتالي يعمل لك اديمه. وده هنتكلم عنه في موضوع الاديمه، هيكون من ضمن اسباب الاديمه اللي هو هقول لك ساعتها زياده الاي دي اتش. تمام تمام. تعالى بقى نقرا الايه؟ نقرا الصفحه دي كده من الايه؟ من الملزمه. بعد كده يا دكتور البوزيتيف فيدباك باي كونتراست.
الاوتبوت enhance or amplify a change so that the controlled variable continues to move in the direction of the initial change. دي بتعمل يا دكتور amplify a change، بتضعف التدغير او بتضخم التغيرات. تمام، يعني لو زاد تزوده اكتر، لو قل تقلله اكتر. تمام، في ايه؟ في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه. البوزيتيف فيدباك يا دكتور زي مثال الاكسوتو، فبالتالي البوزيتيف فيدباك بيكون معايا في ذا سيم دايركشن، بينما النيجاتيف فيدباك بيكون في الاوبوزيت دايركشن. بعد كده اتكلمت معاك عن الكنترول اوف الووتر بالانس. قلت لك ان الكنترول اوف الووتر بالانس ده اللي بيتحكم فيه الميه اللي انا بدخلها والميه اللي انا بخرجها، عن طريق مثلا ان انا عطشان فبدخل ميه، والميه اللي انا بخرجها عن طريق اليورين او الكدني. تمام تمام. ايه الفاكتور اللي بتحافظ على الووتر بالانس؟ طبعا كان الهرمون الاي دي اتش، وقلت لك ان اسمه انتي دايوريتيك هرمون، يعني هرمون مضاد لاضرار البول. مجرد ما يتفرز يقول للبول ويقول للميه ما تنزليش في البول. تمام، فيروح للكليه يقول لها اعملي ري ابزوربشن، يعني اعملي اعاده امتصاص للميه. احنا عايزين نحافظ على الميه في جسم الانسان. تمام، فبالتالي يا دكتور لو انا اتحرمت من الميه لازم الاي دي اتش ده يتفرز في جسمي، زي مثلا كنت صايم، انا كنت عندي نزيف، او انا ما بشربش ميه. تمام تمام. ده كده بالنسبه لدور الاي دي اتش. يعمل ايه؟ يعمل لك ووتر ري ابزوربشن بواسطه الكدني، فبالتالي يقلل كميه البول، فبالتالي يحافظ على الميه في جسمي. بس خلي بالك لو زاد في ايه؟ لو زاد في حالات يا دكتور وانا جسمي سليم، فبالتالي يعمل لك اديمه. تمام تمام. بعد كده بقى عايزين نتكلم عن الكنترول اوف الووتر انبوت باي سيرست. ثواني. بيروح زي ما احنا قلنا هيبدا هرمون الاي دي اتش يا دكتور بيروح للكليه، ولما يروح للكليه يبدا يعمل ووتر ري ابزوربشن. بعد كده ايه دور السيرست؟ والله دور السيرست مثلا، السيرست ده بيكون مؤثر ان انا ادخل ميه، اشرب ميه. العطش ده بيحفز ان انا ادخل ايه؟ ادخل ميه. ده بيكون استجابه ان الهايبوثالاموس يا دكتور بتبدا تفرز هرمون اسمه الفازو بريسين. على فكره الفازو بريسين ده هو الاي دي اتش. على فكره الفازو بريسين هو الاي دي اتش، هو نفس الاسم. تمام تمام. الاستيمولاي اوف السيرست، والله تحفيز السيرست. one of the most important is increased extracellular fluid osmolarity. قال لك ده بيكون واحد من الحاجات المهمه ان احنا نحافظ على الاسموزيه بتاعه جسمي، which cause intracellular dehydration in cells center. انا مثلا عندي جفاف. تمام، فانا عندي جفاف، فبالتالي جسمك يبدا الهيبوثالاموس تقول لك نخلي الانسان ده يشعر بالعطش عن طريق ان احنا نفرز هرمون الاي دي اتش، فبالتالي لما الانسان ده يشعر بالعطش فبالتالي احنا نحافظ على الميه. تمام. او انا مثلا كان عندي قله في الاكسترا سيلر، يبقى انا كان ممكن يكون عندي قله في الاكسترا سيلر اللي هو الميه اللي بره الخليه، او قله في حجم الميه اللي جوه الخليه، او يا دكتور انا اصلا عندي ايه؟ جفاف في الموز. تمام، ده كله مؤثرات ان هي تبدا تحفز مين؟ تحفز معايا السيرس. طبعا زي ما احنا قلنا الديهيدريشن، الدياريه، الجفاف او الاسهال، الفوميتنج، الترجيع، وطبعا بيكون مثلا الهومريدج. ده كله يبدا يحفز معاك السيرس. تمام تمام. بعد كده بقى عايزين نتكلم عن موضوع جديد وهو الستالينج فورسز. ايه هو يا دكتور الستالينج فورسز ده؟ بيقول لك ان الستالينج فورسز ده او القوه دي بتكون القوه معايا اللي بتتحكم معايا في ايه؟ ده القوه يا دكتور اللي بتتحكم معاك في الميه، حركه الميه ما بين السائل والانسجه. يعني انا مثلا عندي شريان وعندي وريد. انا عارف يا دكتور ان ده مثلا شريان. تعالى نجيب صوره كده حلوه للشريان وللوريد. ادي يا دكتور شريان وادي وريد. تمام، انت هتقول لي ان الشريان بيشيل الدم، تمام، والوريد بيرجع بالدم. هقول لك اه، يعني الشريان جايب الدم يا دكتور من القلب يروح يودي الدم للانسجه، والوريد بياخد الدم التاني يرجع اللي هو شايل السو 2 ويرجع بيه تاني للقلب. يعني الدوره الدمويه ماشيه ازاي؟ دم يا دكتور جايب اكسجين جاي من القلب جاي من القلب يا دكتور رايح للانسجه، والوريد بيبدا ياخد الدم السوته ويرجع تاني للانسجه. الكلام ده اي حد في ابتدائي عارفه، بس بقى اللي انا عايز اعرفه كان واحد كبير عايز اعرف ازاي بيحصل ده. يعني ازاي الشريان بيسيب الدم، او ازاي الشريان بيسيب الدم عند الانسجه، وازاي الوريد بياخد الدم من عند الانسجه. ايه الميكانيزم اللي بيحصل ده؟ تمام تمام. يبقى احنا كده متفقين في حاجه، ان الشريان، ان الارتري بيعمل ايه؟ الارتري ده، ان الارتري يا دكتور بيجيب الدم من الهارت للتشو، للتشو. بينما الفين لا، ده بيجيب الدم من التشو للهارت. كلام سهل واي حد عارفه. اللي احنا عايزين نعرفه بقى ايه هو الستالينج فورس. دي قوه، القوه دي يا دكتور دي بتتحكم في حركه السوائل. تمام، يعني مثلا امتى السائل يطلع، في مثلا الشريان يسيب السائل، وامتى الوريد ياخد السائل. ازاي الكلام ده بيحصل؟ انا عندي يا دكتور اربع قوه. عندي كام قوه؟ عندي اربعه قوه. ادي واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه. القوه الاولى معايا اسمها كابيلاري هيدروستاتيك بليجر. والقوه الثانيه اسمها انترستيشال فلويد هيدروستاتيك بليجر. والقوه الثالثه يا دكتور اسمها ايه؟ كابيلاري
برضو بلازما كولويد اوزموتيك بليجر. واخر قوه معايا دكتور اسمها ايه؟ اسمها انترستيشيال فلويد كولويد اوزموتيك بليجر. عايز افهم كل واحده. والله كابيلاري هيدروستاتيك بليجر، يعني ده الضغط اسمها كابيلاري، يعني ده يا دكتور الضغط داخل مين؟ الضغط داخل الكابيلاري، والضغط داخل الكابيلاري ده يبقى ده معنى كلمه كابيلاري هيدروستاتيك بليجر، معناها ضغط الدم داخل مين؟ داخل الكابيلاري. يبقى تاني لما نيجي نسحب دي كده ننزلها تحت، ثواني بس نزود السلايدات. اول واحده معايا دكتور مين؟ الكابيلاري هيدروستاتيك بليجر. معناها ايه؟ ده معناها ضغط الدم، والله ده بيكون البلاد فوليوم، سوري البلاد بليجر داخل مين؟ ضغط الدم داخل الشعيره، داخل الايه؟ الكابيلاري. اسمه حتى كابيلاري هيدروستاتيك بليجر، يعني معناها الضغط داخل الشعيره. تمام؟ الضغط داخل الشعيره ده وظيفته ايه؟ والله قال لك ده وظيفته ان هو يخرج السائل، يخرج السائل يعني من الشعيره لمين؟ للانترستيشال فلويد. يعني ده الضغط اهو، ادي الشعيره يا دكتور، تمام؟ ادي الشعيره، الشعيره دي يا دكتور فيها ضغط، فيها ضغط بيأثر عليها. وظيفه الضغط ده ايه؟ وظيفه الضغط ده ان هو اكن ده خرطوم، اكن الشعيره دي خرطوم، فانا لما بضغط بالخرطوم فبالتالي انا بخرج الميه في الشارع. تمام؟ فبالتالي نفس الكلام كده، دي وظيفته ان هو يخرج الفلويد، او تعالى نرسمها كده بشكل تاني. ده وظيفته ان هو يخرج الدم يا دكتور خارج مين؟ خارج الشعيره. يبقى وظيفه الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ده من اسمه، يعني ده الضغط داخل الشعيره. لما تضغط بالخرطوم الميه تخرج من الخرطوم، يبقى انا كده دفعت السائل خارج الايه؟ خارج الشعيره. تمام تمام. تاني حاجه يا دكتور معايا وهي ايه؟ تاني حاجه اسمها انترستيشيال يا دكتور فلويد هيدروستاتيك بريشر. يعني انا عارف يا دكتور لما احنا كنا اتكلمنا خالص عن اول حاجه خالص في محاضره الميه والميه متوزعه ازاي في جسمي، كان عندي يا دكتور دي خليه، كان عندي دي خلايا، وكان عندي ده ساعتها البلازما، صح؟ قلت لك ان البلازما دي قسمناها يا اما، او الميه داخل الخليه دي، الميه ساعتها في الجسم قسمتها اي اس اف. ثواني بس نزود شويه صفحات عشان ناخد راحتنا. الميه داخل الجسم قسمتها يا اي سي اف يا اما اي سي اف، يعني انتر سيلر فلويد يا اي سي اف يا اي سي اف اكسترا سيلر فلويد. قلت لك ساعتها ان الميه اللي داخل الخليه هي دي اللي اسمها الاي سي اف، ودي كانت بتمثل التلتين. وطالما بتمثل التلتين او كانت بتمثل، كانت حجم ما في جسمي كله 42، يعني هي كانت بتمثل لها 28 لتر. تمام تمام. بينما باقي الميه كان اسمها اكسترا سيلر، يعني موجوده في البلازما، يعني بره الخلايا. اكسترا سيلر فلويد يعني موجوده هنا في ايه؟ موجوده هنا في البلازما. فدي كانت بتمثل نسبه. وباقي الميه اسمها انترستيشيال، يعني ما بين الخلايا، ما بين الخلايا دي اسمها انترستيشيال. يبقى نوع الميه الاكسترا سيلر يا اما انترستيشيال، يا اما ايه؟ يا اما في البلازما، يا اما داخل الخلايا. تمام تمام. انا دلوقتي بتكلم عن الضغط يا دكتور اللي اسمه انترستيشيال فلويد، يعني هيكون اكيد هيكون ما بين الخلايا. تمام؟ يبقى ده ضغط الدم ما بين ايه؟ ما بين الخلايا، ما بين الخلايا من اسمه. ده والله لو بوزيتيف فده هيدخل السائل الشعيره، يعني مثلا لو ده هنا مثلا ضغط اللي بره الخليه ده مثلا يا دكتور 5، واللي جوه الخليه مثلا 4، فبالتالي الخمسه اكبر من الاربعه، فبالتالي يخش من هنا كده عن طريق الاسموزيه. طب لو العكس، لو الخليه هي اللي 5 وبره هو الاربعه، فبالتالي الميه تخرج معاك من الخليه الايه؟ لبره. تمام تمام. يبقى تاني والله الضغط اللي داخل ما بين الخليه ده على حسب الاسموزيه. لو بره هو اللي كسبان فبالتالي الميه تخرج له. لا سوري، لو بره هو الكسبان فبالتالي هو اللي يدخل الميه في الخليه. طب لو بره قليل فبالتالي الخليه هي اللي تدخل الايه؟ الميه لبره. تمام؟ ويحصل لها شرينكج. تمام تمام. ثالث ضغط معايا يا دكتور اسمه ايه؟ كابيلاري اوزموتيك بليجر. تعالى كده ننزل تحت شويه. ايه هو الكابيلاري اوزموتيك بليجر؟ كابيلاري بلازما كولويد اوزموتيك بليجر، يعني ده ضغط الدم يا دكتور داخل البلازما. مش انا عندي هنا في بلازما اهي، ضغط الدم بقى داخل البلازما. والله ده هنشوف ده ضغط داخل البلازما. الضغط ده وظيفته ان هو يسحب الدم داخل الشعيره، ده وظيفته ان هو ياخد الدم من بره يدخله داخل الشعيره. يبقى الضغط اللي هو اسمه كولويد اوزموتيك بليجر ده اسمه ايه يا دكتور؟ ده وظيفته ان هو يدخل الدم بره الايه؟ سوري، يدخل الدم للشعيره، يعني للايه؟ للوعاء الدموي، يعني يدخل الدم للوعاء الدموي. طب اخر حاجه معايا من الضغط حاجه اسمها الانترستيشيال فلويد كولويد اوزموتيك بليجر، يعني ده بيتكلم عن البروتينات داخل الايه؟ البروتينات اللي ما بين هنا الخلايا. في هنا طبعا بروتينات ما بين الخلايا، الضغط بتاعها قال لك دي بتسحب السائل بتسحب السائل بره الشعيره. يعني انا عندي في ضغط كده ما بين الخلايا، الضغط ده يا دكتور بيبدا يسحب السائل من الشعيره لايه؟ لبره. تمام تمام.
تاني عشان ما تتوهش مني، تعالى نجمع الاربع ضغوطات تاني بكل واحد اسمه، لو فهمت اسمه هتلاقيه سهل. ضغط اسمه كابيلاري بلازما كولويد اوزموتيك سوري، الضغط الاول اسمه كابيلاري هيدروستاتيك بليجر. من اسمه يعني ده الضغط داخل الكابيلاري داخل الشعيرات. ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يخرج الدم من الايه لبره، وظيفته ان هو يخرج الدم بره الشعيره. تمام. في ضغط تاني اسمه انترستيشيال فلويد هيدروستاتيك بريشر. من اسمه انترستيشيال فلويد يعني ما بين الشعيرات، او سوري ما بين الخلايا، الضغط اللي ما بين الخلايا على حسب الاسمه زي لو موجب هيدخل جوه، لو بره لو سالب هيخرج لبره. تمام. في بعد كده الكابيلاري بلازما كولويد اوزموتيك بريشر، على حد ده بيقول لك بيكون الضغط اللي داخل البلازما. ده داخل البلازما على حسب بقى، قال لك ده وظيفته ان هو يعمل ايه؟ ان هو يدخل الدم، ان هو يسحب السائل يدخله جوه الشعيره. تمام. يشفط الدم بالايه؟ يدخله جوه الشعيره. تمام. في بعد كده انترستيشال فلويد كولويد اوزموتيك بريشر، ده وظيفته يا دكتور ان هو يسحب السائل بره الشعيره. يبقى 3 و4 على عكس بعض. يبقى 3 يدخل الشعيره اللي هو كولويد كابيلاري بلازما، بلازما ده يدخل جوه الشعيره، انما انترستيشال فلويد معناه ان هو ايه؟ يخرج من الشعيره. تمام. تمام. عايز اعرف بقى يا دكتور ايه هو توزيع القوه بتاعه ايه؟ بتاعه الشعيره الدمويه دي. اول حاجه معايا بالنسبه للكابيلاري هيدروستاتيك بليجر. والله لو الكابيلاري هيدروستاتيك بليجر يعني الضغط يا دكتور داخل الشعيره عالي. لو الضغط داخل الشعيره عالي يعني الضغط داخل الشعيره عالي، فده يعمل ايه؟ والله طالما الضغط هنا عالي داخل الشعيره، ادي يا دكتور الشعيره. والله لو الضغط داخل الشعيره عالي، فبالتالي تفتكر ايه اللي هيحصل؟ اكيد يا دكتور الدم هيخرج من الشعيره لبره، صح؟ بس كده. يبقى لو اكيد لو الضغط داخل الشعيره عالي، فبالتالي الدم يخرج من الشعيره لبره. احنا عارفين ان الدم بينتقل معايا من الضغط الاعلى للضغط الاقل. تمام. فبالتالي يخرج معايا الايه؟ يخرج معايا لبره. تمام. يبقى يتحرك معايا يا دكتور من الشعيره لبره لو هو عالي. طب لو هو قليل، قال لك لو هو قليل يا دكتور يبدا يعمل ايه؟ لو هو قليل هيبدا يعمل العكس. يعني لو هنا لقيته قليل، فبالتالي يبدا ياخد من بره لجوه. هنبدا نجمع القوه دي ونبدا نشوف المحصله بتاعتها. بعد كده معايا تعالى بقى ايه؟ نلخص بس الكلام ده، وبعد كده تعالى بقى نشوف الايه؟ نشوف تعالى بعد كده نشوف بقى القوه بتاعتنا. اول حاجه معايا بالنسبه للاي دي اتش، قلت لك ان الاي دي اتش ده بيحافظ على حجم الميه اللي في الاكسترا سيلر فلويد. تمام. طب الاي دي اتش مع السيرست مع العطش، والله ده بيحافظ على الميه سواء اللي انا بدخلها او اللي انا بخرجها. تمام. طب الاي سي اف اسمولاريتي يعني ايه؟ اقول لك ايه هو. يعني مثلا الاسموزيه بتاعت الاس اف عاليه، يعني الملح عالي. طالما الملح عالي فبالتالي جسمك هيتفسر ده ان انت عطشان، فبالتالي ده يعمل استيمولاي للسيرست. تمام. بعد كده الستارلينج فورس دول قلنا دول 4 قوه. اول حاجه يا دكتور عندي بقى القوه دي فهمتها لك، قلت لك ان في قوه داخل كل حاجه، على حسب بقى القوه دي هنشوف مين اللي مسيطر فيها، وهي ساعتها اللي هتبدا تتحكم يدخل معايا او يخرج معايا الميه. تعالى هنبدا نشوف الكلام ده. بسم الله. اول حاجه معايا تعالى نبدا نشوف الكلام ده كده من الايه؟ من الجدول، او تعالى نبدا نعمله هنا احسن. اول حاجه القوه دي زي ما احنا قلناها 4 قوه. اول حاجه كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، وده بيكون من اسمها كابيلاري هيدروستاتيك يعني داخل الدم، ضغط الدم داخل الشعيره. تمام. وفي انترستيشال هيدروستاتيك بريشر يعني ضغط الدم داخل ما بين الخلايا من كلمه انترستيشال. وفي البلازما كولويد يعني ضغط الدم اللي داخل البلازما. وفي الانترستيشال كولويد اوزموتيك بريشر ده اللي بيتكلم عن اللي بره الخلايا، اللي ما بين الخلايا بس، اللي هو خاص بمين؟ خاص بضغط البروتينات. تمام. تمام. عندي في جسمي والله يا دكتور عندي فيه نهايتين. تعالى كده نجيب الصوره بتاعتنا ونبدا نشوف. عندي يا دكتور في جسمي في نهايتين، في ضغط يا دكتور خاص بالارتريول وفي ضغط خاص بالفينيول. تمام. تمام. تعالى نشوف الضغط اللي ايه اللي خاص بالارتريول ونشوف الضغط اللي خاص بالفينيول. لما جينا بصينا على الضغط بتاع الارتريول او بتاع الشريان او الشريانات اللي هو تصغير شريان، تمام، لقينا ان ضغط الدم هنا في الشعيره كام؟ لقيت يا دكتور ان ضغط الدم هنا في الشعيره حوالي كام؟ تعالى كده نشوفهم كتبوا لنا كام. حوالي 36، يعني هقول حوالي 30. تمام. مكتوبه في كتابك 30، ضغط الدم هنا حوالي 30 مثلا. جميل. ضغط الدم داخل الشريان 30. وبعدين الضغط اللي ما بين الخلايا من بره، مش انا عندي خليه هنا من بره اهو، تعالى نحط كده الخليه بتاعتي، صح؟ الضغط بقى اللي ما بين الخلايا ده يا دكتور، الضغط اللي ما بين الخلايا ده قيمته كام؟ الضغط اللي ما بين الخلايا ده لقينا قيمته
كام؟ لقيت ان الضغط اللي ما بين الخلايا ده يا دكتور قيمته 3. حلو. طب والضغط الاسموزي للبروتينات بقى ما بين الخلايا، مش في هنا بروتينات؟ لقينا ان الضغط بتاعها كام؟ حوالي 8. يعني ده 3 ده ضغط الميه، تمام، انما ده ضغط البروتينات. تمام تمام. عايزك تجمع الضغوط دي كلها. اجمع يا دكتور كده الضغوط 30 و30 داخل الشريان و3 و8، يبقى كده الضغط كله كام اللي في الاكسترا سيلر فلويد؟ مش ده كله بيمثل اكسترا سيلر فلويد اللي هو سواء الانترستيشال فلويد او البلازما. مش انا عندي الاكسترا سيلر فلويد دي كانت بتساوي الاي انترستيشال فلويد مع البلازما، صح؟ انما اللي بره اللي جوه الخليه خلاص اسمه انترا سيلر فلويد. تمام تمام. اجمع بقى كل ده عشان نشوف الاكسترا سيلر فلويد. والله لما جمعت ده كله يا دكتور لقيته بيساوي كام؟ لقيته بيساوي حوالي 41. لقيته بيساوي 41. حلو. تمام. استفاد ايه برضو؟ قال لك لقينا ان ده 41. طب الضغط بره كام بقى؟ لقينا ان الضغط بره بتاع بروتينات البلازما حوالي كام؟ تعالى كده نشوف. وتقريبا هنا اجيب لك صوره. اهو. تمام. تعالى كده نرجع تاني. يبقى تاني يا دكتور بالنسبه معايا للرسمه دي، ركز معايا كده. لما جينا حسبنا الاكسترا سيلر فلويد لقيته ان هو 41. حلو. ده كده اللي من الاكسترا سيلر فلويد. انما الضغط بقى الثاني قال لك لقينا ان في ضغط ثاني يا دكتور اللي هو طالع منين؟ الضغط ده اللي هو بيساوي معايا الضغط بقى ده ضغط بره. لقينا ان الضغط الجوه اللي هو الانترا سيلر فلويد ده بيساوي كام؟ بيساوي 28. حلو. يبقى مين الكبير؟ اكيد يا دكتور ال 41 اكتر من ال 28، يعني الاكسترا سيلر فلويد اكبر من ال 28 اللي هو الانترا سيلر فلويد. فبالتالي اللي يحصل على الشريان، فالشريان الدم يتحرك فيه منين؟ من بره من بره لجوه، من الاكسترا سيلر فلويد. تعالى بقى نمسح الكلام ده كده. من الاكسترا سيلر فلويد يا دكتور من الشريان للايه؟ للتشو. فيسيب الدم، يسيب الدم من الدم يتحرك معاك من الاكسترا سيلر فلويد للتشو. حركه الدم من الاكسترا سيلر فلويد للتشو. ليه؟ لان الضغط في الاكسترا سيلر فلويد لقيته اعلى. تمام. عشان كده الشريان نهايته بتسيب. قلنا ان الشريان بيسيب الدم نتيجه ايه؟ نتيجه الضغوط اللي فيه بتكون بزياده، فبالتالي المحصله فيه هي الاكثر، فبالتالي هو الايه؟ هو اللي ساب الدم بيتحرك من الضغط الاعلى للضغط الاقل. تمام تمام. تعالى بقى نتكلم عن الطريقه الوريد الفينس. نفس الكلام اللي قلناه بس هنشوف القيم بتاعته. لقينا ان الفينس ان الضغط ده في الشعيره في الفينس في في الشعيره هنا ده يا دكتور بيساوي 10. لقيت ان الضغط ده بيساوي 10. الضغط ده بيساوي ايه؟ 10. خلي بالك هنا كان بيساوي كام؟ بيساوي 30. خلي بالك. لقيته ان هنا بيساوي 10. حلو. ولقيت يا دكتور ان الضغط اللي هو ما بين الخلايا الانترستيشال فلويد بيساوي كام؟ لقيته بيساوي 3. حلو. والضغط ما بين الخلايا برضو، بس الضغط الاسموزي ما بين الخلايا يا دكتور لقيته بيساوي 8. لما تجمع 10 و3 و8 يديك حوالي 21. يبقى كده بالنسبه للاكسترا سيلر فلويد للفينس مجموعهم 21. حلو حلو. طب الضغط بقى اللي جوه بتاعهم ولا الضغط اللي جوه ثابت؟ الضغط اللي جوه يا دكتور بيكون ثابت كام؟ 28. الضغط اللي جوه يا دكتور بيكون ثابت 28. تمام تمام. فبالتالي مين اللي اعلى؟ اكيد اللي جوه اعلى من اللي بره، اكيد اللي جوه اللي بتاع الخليه اعلى. فبالتالي الميه تتحرك الدم يتحرك معاك منين لفين؟ يتحرك معاك من الخليه لمين؟ للفين. يتحرك معاك من الخليه للفين. عشان كده الوريد بنقول بيسحب الدم من الخليه للايه؟ بيسحب الدم من الخلايا يروح يوديه لمين؟ للقلب. يبقى تاني عشان لو انت تهت مني، انا عندي يا دكتور عندي محصله اهو. انا عندي يا دكتور عايز اعرف ازاي الشريان بيسيب الدم، او ازاي الشريان بيسيب الدم عند التشو، وازاي الوريد بياخد الدم، وازاي الفينس بياخد الدم. الشريان احنا عارفين ان القاعده بتاعتنا بنشوف الاكسترا سيلر فلويد والانترا سيلر فلويد. الاكسترا سيلر فلويد يا دكتور لقيتها في الشريان يا دكتور بتساوي 41، بينما الانترا سيلر فلويد ثابته ب 28. فبالتالي المحصله ان الاكسترا سيلر فلويد اكبر، فبالتالي الدم يتحرك معاك من الاكسترا سيلر فلويد للانترا سيلر فلويد، يعني من بره لجوه، يعني من الشعيره لمين؟ للخليه، يخش جوه الخليه. الفينس لا، الفينس يا دكتور اللي هو الانترا سيلر فلويد فيه لقيته برضه ب 28، بينما الاكسترا سيلر فلويد لقيته ب 21، يعني لقيته قليل. فبالتالي الدم يتحرك معاك منين؟ من الخليه للمين؟ للفينس. فبالتالي بنقول ان الوريد بياخد الدم من الخلايا يوديه تاني لمين؟ يوديه تاني للحرق. تمام تمام. اتمنى كده تكون الدنيا واضحه معاك. تمام. عايز بقى اقول لك معلومه، ان كل كميه الدم اللي بيرجع ده مش كله بيرجع، في 90% بس منهم اللي بيرجعوا في الفين. يعني مثلا انا جايب يا دكتور 5 لتر مثلا، انا الشريان مودي 5 لتر، بالطبيعي انه يرجع ب 5 لتر. لا، قال لك ده الشريان هيرجع او الوريد بيرجع بحوالي 90% من النسبه دي، بيرجع ب 90%.
طب وال 10% بنهدرهم؟ لا، قال لك ال 10% دول بيرجعوا طبعا عن طريق حاجه اسمها الليمفاتيك سيستم، الجهاز الليمفاوي. يبقى تاني، مش كل كميه الشريان اللي بيجيبها هي اللي بترجع في الوريد، لا 90% بس اللي بيرجعوا في الفين، والباقي هو اللي بيرجع معايا في ال 10% بيرجعوا معايا في الوعاء الليمفاوي. تمام تمام. يبقى تاني، ايه هو الجهاز الليمفاوي ده؟ ده جهاز والله، ده الطريق اللي بيساعد معايا يرجع السائل للدم. تمام تمام. خلي بالك، لو الجهاز الليمفاوي ده حصل فيه مشكله هيبدا يحصل لك اديمه، وهنبدا نتكلم عن الاديمه ونقول اسبابها في المحاضره الجايه. تمام تمام. تعالى بقى نلخص كده الحته اللي احنا قلناها دي. والله داخل الشريان ايه اللي حصل؟ والله الضغط فيه عالي، داخل الشريان الضغط فيه عالي، فبالتالي السائل بيعمل فيه ايه؟ السائل والله يطلع من الشريان، يخرج من الشريان، يروح لمين؟ يخرج من الشريان يروح للتشو. بينما في الوريد الضغط فيه قليل، فبالتالي يا دكتور السائل يعمل ايه؟ يخرج من التشو، يخرج من التشو عشان يدخل لمين؟ يدخل للوريد. تمام تمام كده. اتمنى يعني تكون الدنيا هنا واضحه. بسم الله تعالى كده نرجع تاني بقى نقرا الكلام ده. يبقى تاني يا دكتور معايا، انا اتكلمت معاك عن الستارلينج فورس، شويه قوه بيتحكموا معايا في ايه؟ بيتحكموا معايا ان ازاي الشريان بيسيب الدم عند التشو، وازاي الوريد بياخد الدم من التشو يرجع تاني للحرق. تمام تمام. اول قوه معايا اسمها كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، يعني الضغط داخل ايه؟ داخل الكابيلار، داخل الشريان او الوريد. والانترستيشال فلويد هيدروستاتيك بريشر، يعني الضغط ما بين الخلايا. والكابيلاري بلازما كوليت بريشر، يعني الضغط يا دكتور اللي داخل البلازما، بس اللي خاص بمين؟ اللي خاص الايه؟ اللي خاص بالبروتينات. تمام. وبرده الضغط بتاع البروتينات اللي خاص بمين؟ اللي خاص بالانترستيشيال فلويد. تمام تمام. تعالى بقى الراجل هنا كتب لك الارقام بتاعتك، بيقول لك والله ان الارقام بتاعتي لما جينا يا جماعه الضغط داخل الاكسترا سيلر فلويد، ده كده الجزء الاول ده يا دكتور عشان مش واضحه في الكتاب عندك، ده الاكسترا سيلر فلويد. لما جينا جمعناه لقيت المحصله بتاعته 41، 30 في النهايه بتاعت الارتريال، والانترستيشال فلويد 3، والانترستيشال فلويد اسموتيك بليجر لقيته 8، المحصله 41. بينما في الفينس لقيت والله ان الفينس ضغط داخل الفينس ب 10. انا عايزك تحفظ الارقام بتاعت ال 10 وال 30، ال 10 في الفينس وفي الشريان ب 30، انما باقي الحاجات ثابته، الانترستيشن ب 3 وده ب 8. لما جينا جماعه ده ب 41 وجمعت ده ب 21. تمام. والضغط داخل البلازما او سوري الضغط داخل الخلايا بيكون ثابت ب 28، فالمحصله ال 41 اكبر من ال 28، فالدم يتحرك معاك من الشريان يخش لمين؟ الدم يتحرك معاك من الشريان يخش للخلايا، فبالتالي الخلايا تبدا تعمل فلتريشن، تبدا تعمل ايه؟ تعمل فلتره وتاخد الدم. بعد كده يا دكتور هنا لا، انا لقيت ان الضغط داخل الشريان الوريد اقل، فبالتالي الدم يتحرك معاك من الخلايا يرجع تاني للايه؟ للفين. تمام. فبالتالي المحصله بتاعتك يا دكتور ان الدم بيحصل له ابسوربشن، ان الوريد هو اللي بيمتص الايه؟ الوريد هو اللي بيمتص الدم. تمام. انما هنا الشريان بيعمل فلتريشن للدم، بيعمل فلتره للدم. يقول لك خلي بالك ان 9 على 10 او 90% من كميه الدم هي اللي بيحصل لها ان هي بترجع عن طريق الفين، والباقي بيرجع معاك، وال 10% بيرجع معاك عن طريق حاجه اسمها الليمفاتيك سيستم. تمام. هنبدا نتكلم بعد كده يا دكتور عن الليمفاتيك سيستم والاديمه في محاضره لوحدها. تمام. تعالى بقى نحل شويه اسئله على المحاضره دي. اول سؤال معايا يا دكتور بالنسبه للهوموستاسيس. الهوموستاسيس دي بتشاور على ايه؟ والله لما نيجي نشوف الهوموستاسيس بتشاور على ايه، بيقول لك اول حاجه كونستنت اكسترنال انفايرمنت، خاصه بالبيئه الخارجيه. انا ما جبت سيره البيئه الخارجيه، انا بقول لك بتحافظ على البيئه الداخليه، ده في اول اجابه غلط. مينتين الانترنال انفايرمنت، بتحافظ على البيئه الداخليه، والله الجمله دي صح. ريجوليشن للبادي موفمنت، بتنظم حركه الجسم، لا ماليش علاقه بحركه الجسم، ده عضلات ومصل. السيلر ريبرودكشن، والله التكاثر في الخليه، لا. تمام تمام. هي الاجابه هتبقى بي. السؤال اللي بعد كده which system detect change in internal environment، اي سيستم والله بيتحكم معاك في التغيرات بتاعه الانفايرمنت. بيقول لك سيستم. تمام. اي سيستم بيشوف التغيرات في الانترنال انفايرمنت. تعال نشوف واحده واحده. هل الافكتور، يعني هل الافكتور، لا الافكتور ده اللي كان هيبدا يستجيب بالزياده او بالنقصان. تمام. فلا ما كانش ده. هل الكنترول سنتر؟ والله الكنترول سيستم ده اللي بيحدد التغير في الانترنال انفايرمنت، ولا السنسور؟ لا يا دكتور، اللي بيحدد التغير كان السنسور، هو اللي كان بيشوف لو في اي ديفيشن، صح؟ ده اللي كان بيشوف اي في ديفيشن. انما الكنترول سيستم ده بيكون المركز اللي هيبدا يدي الاشاره بتاعته. سؤال رقم 3، النيجاتيف فيدباك از بيست ديسكرايب از، والله عايزين نعرف النيجاتيف فيدباك، هل هي امبليفاينج للتشينج، بتضخم التغيرات؟ لا، ده بتكون بالعكس.
اجنور تشينج بتتجاهل التغيير، يعني ما تعملش فيه حاجه، لا ما بتتجاهلش التغيير. ريفرسنج تشينج بتغير بتعكس المغير، بتعكس التغيير، صح. كوزنج ديزيز بتسبب مرض، لا ما جبناش علاقه ان هي بتسبب مرض، هي اكيد لها اسباب بتسبب مرض بس ليها اسباب ثانيه فسيولوجيه. which is an example of negative feedback، اي مثال على النيجاتيف فيدباك. تعال نشوف. هل البلاد كلوتنج؟ لا، ده البلاد كلوتنج دي سلسله من التفاعلات، يعني سلسله مترتبه على بعضها، في كل خطوه بتحفز الخطوه اللي بعدها، لا ده بتكون بوزيتيف فيدباك. التشيلد بريست، ميلاد الطفل، ايه علاقه ميلاد الطفل بنيجاتيف فيدباك؟ ده اصلا ميلاد الطفل لو احنا هنتكلم لو قصده الولاده فدي كانت خاصه بالبوزيتيف فيدباك، كانت خاصه بالاكسيتوسين. البادي تمبريتشر ريجوليشن، تنظيم الحراره، لو الحراره زادت هي تبدا تقللها عن طريق السويتنج، لو الحراره قلت تبدا تزودها عن طريق التشيفيتنج، الرعشات. اكشن بوتنشال، ما جبتش علاقه الاكشن بوتنشال. البوزيتيف فيدباك از كاركترايزد باي ستيبيليتي، والله الاستقرار، لا ما كانش له علاقه بالاستقرار. اوبوزيشن للتشينج، بتعكس التغيير، ما كانش بتعكس التغيير. انهانسمنت اوف الانيشيال تشينج، والله بتحسن التغير، لا ما بتحسنش التغير. بتحسن التغير، ده بتزود التغير اكتر. هرمون انهبيشن، بتعمل انهبيشن للهرمونات، لا ما كانتش بتعمل انهبيشن للهرمونات. سؤال 6. which of the following is not homeostatic regulating factor، اي من التتابع ملوش علاقه بالهوموستاتيك ريجوليتنج فاكتور. والله البودي تمبريتشر يعني الجسم بيحافظ عليها، البلاد بريشر الجسم بيحافظ عليها، البي اتش الجسم بيحافظ عليه، بينما الهير قرر شعر لون شعري، لا ده لون شعري ملوش علاقه، الجسم هيحافظ عليه في ايه. ذا كنترول سنتر فور تمبريتشر ريجوليشن، ايه مركز التحكم في جسمك بالنسبه للتمبريتشر؟ طبعا ده كان الهايبوثالاموس. السويت جلاند اكتاز، والله السويت جلاند دي اعمل ايه؟ والله انا دلوقتي الحراره زادت في جسمي، فبالتالي في سنسور، في حاجه لاحظت الديفيشن، تمام، فالحاجه لاحظت الديفيشن راحت للمخ، فبالتالي المخ رجع اشاره ثانيه للسويت جلاند قال لها ظبط الحراره. فالسويت جلاند دي بتكون الافكتور اللي بتبدا ان هي تبدا تعمل ايه؟ تفرز العرق بتاعك، فده الاورجن اللي بيبدا خلاص يعمل الاستجابه بتاعته. فيلير في الهوموستاتيك موست كومن ليد تو، والله لو حصل فشل في الهوموستاسيس ده هيقدم معاك لايه؟ هيقدم معاك للصحه هيلث، ولا للجروس، ولا للديزيز؟ اكيد للديزيز، يعني سؤال سهل يعني. which sequence is correct in homeostatic control system، اي من التتابع بيكون صح بالنسبه للتحكم في الهوموستاسيس؟ والله اول حاجه الافكتور، لا ما بدأناش بالافكتور، احنا لازم نبدا اول حاجه بالسنسور، الحاجه اللي هتلاحظ الديفيجن. كنترول، لا سنسور صح. سنسور بعد كده الكنترول، سنسور يودي اشاره للمخ، يودي اشاره للافكتور، تمام تمام. طبعا ادي الاجابات، مش هتلاقي هنا في المحاضره دي اسئله على الخاصه بالاوزماتيك بليجر، هنبدا نخلي الاوزماتيك بليجر في اسئله لوحدها مع الايديما، تمام. شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، ولا اله الا انت، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، لا اله الا انت. شكرا.